عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم النهارده معانا في فيديو جديد ويوم جديد. نقول بس اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبل ما ابدا الفيديو اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. ويا ريت كل اللي يخش الفيديو ويعجبه او يشوف القناه يحط لي لايك كتير وكومنت حلو من عنده. وبمناسبه الكومنتات انا بشكر كل الناس اللي دخلت لي وقالت لي كلمه حلوه في الكومنت بتاع فيديو السعيد. وبشكر اخواتي واختي اللي قالت لي ان انا مش هنساكي من الدعاء وهدعي لك دايما ومش هنساكي من الدعاء. ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطري ويخليكوا ليا دايما وانتوا عيلتي التانيه، وانا بحبكم قوي والله العظيم. وفرحانه قوي 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 ان فيديو روتين بيت السعيد جاب مشاهدات حلوه جدا وكل الناس دخلت وشافته. والحمد لله رب العالمين احنا في ازدياد، القناه بتكبر وبتكبر بيكم وانتوا عيلتي وزي ما قلت لكم. وكل الكومنتات كلها بتدعي لي وبتذكرني وبتحمسني وبتقول لي عيشي واتبسطي وابسطي ولادك. فانا عشان النهارده خاطركم وعشان انتوا قلتوا لي ان انت عيشي حياتك واتبسطي وانسي اي زعل وانسي اي حد ممكن يسال عليكي او ما يسالش بعد وفاه جوزي وكده. فانا بقول لكم النهارده انا هعمل فيديو كده في حاله انبساط شويه. هنروح ننزل كده نعمل فلوج مع بعض وهنروح كده نقضي يوم حلو جميل مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه وهنروح فين، ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما قلت لكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم ويلا بينا نبدا الفيديو. هنا بقى انا كنت زي ما وريتكم كنت لابسه هدومي خلاص ونازله وصليت الظهر وما نزلناش بدري عشان الشمس والحر، قلنا ننزل في الطراوه شويه. وعامه انا ما بحبش انزل الميه الا بعد غروب، يعني قرب غروب الشمس كده، وانا يعني الشمس خلاص قربت تغرب فبنزل شويه، ما بحبش انزل كتير. انا بستمتع بالقعده اكتر وانا قاعده كده قدام الميه بهدومي، مش لازم انزل الميه. بس عشان خاطر جارتي طبعا وصاحبتي اللي جايه معايا هي بتحب تنزل الميه فقالت لي انزلي، فنزلت معاها. فقمت اول حاجه بعد ما صليت ولبست وكده قلت اعمل السندوتشات وننزل على طول. كان خلاص الكلام ده كانت حوالي الساعه 2 او 2 ونص قبل ما وصلنا الشاطئ. كانت الساعه بقى 4، يعني رحنا في اخر النهار في الطراوه. فما عملتش بقى اكل ولا طبخت اكل في البيت زي الناس اللي بتاخد معاها اكل وهي رايحه البحر. كنا زمان نعمل كده بصراحه، يعني واحنا رايحين زمان وعيالي صغيرين كنت اعمل لهم مكرونه وبانيه بحر يعني مكرونه وبانيه والله العظيم مصيف يعني مكرونه وبانيه. مش عارفه ايه الغرض ان احنا كنا زمان كل ما نروح البحر نعمل مكرونه وبانيه او مكرونه وفراخ. دي كانت الاكله المفضله لدى المصريين في جميع الشواطئ. والمحشي وحلل المحشي، لا بس دلوقتي الناس بطلت حلل المحشي على البحر والكلام ده. نظام الحلل كانوا المصيفين بينزلوا بحر اسكندريه زمان اللي هم جايين من محافظات يعني بعيده وكده، كانوا يحبوا قوي الحلل المحشي والمسقعه والحاجات دي. لكن دلوقتي بقى الدنيا اتغيرت يا جماعه، احنا شويه سندوتشات كده تتاكل على البحر وخلاص. وبعدين بصراحه الواحد رايح يعني يتمشى اصلا، مش رايح اصلا ياكل يعني. المهم هنا جريت الصوت معلش عشان الاغاني، يعني عشان الاغاني بتعمل لها حظر على الفيديو، فهنا سرعت الفيديو عشان خاطر صوت الاغاني ما يطلعش. هنا جارتي بقى معايا بقى ووصلنا المعمورة وفرحانين ان احنا رايحين البحر، عاملين زي الاطفال تخيلوا انها المعمورة يا جماعة. بقالي سنين، بقالي كتير قوي ما جيتش بقالي كتير ما جيتش المعمورة بس جميلة لسه حلوة زي ما هي. هنروح على البحر بقى الشاطئ ونشوف هنعمل ايه. منال اهي
من دول تايهين ولا ايه؟ الله بصوا الشاليهات في المعموره يا جماعه، شاليه على البحر على طول. ممكن اعرف لكم الاسعار وبقول لكم الشاليه او الشقه هنا. ده الشاليهات اللي على البحر على طول. ممكن نبقى نشوف الشقق اللي جوه والشاليهات اللي هنا دي على البحر اسعارها ايه وبكام. وحشتني قوي المعموره. بصوا وحشتني بقالي سنتين ما جيتش، تخيلي. بس البحر زحمه برضه، تصدقي زحمه. احنا نروحوا فين؟ هروحوا الشارع التاني. هتروحي الخاص ولا العام؟ هنشوف الخاص، انا شفت العام. هو فين العام؟ ده العام؟ ابو 75 زحمه وغير ال 75 في حسابات تانية. ترابيزه بخمسين كل ساعه. حاطينها شاطئ المعمورة. شاطئ المعمورة الخاص ب75، الخاص ب200 والشاطئ العام ب75. هنشوفوا ده ونشوفوا ده. الشاليهات اهي. جميلة. شاطئ المعمورة ده الشاطئ الخاص، بس جميل قوي. الموج عالي بس جميل ما شاء الله، حلو قوي. هننزل المية ونبلبط. معانا ميات شرع يا جماعة. الله يلاقيها. ما تطلعناش يا استاذه، بلاش يا استاذ، احنا مشهورين. انتم مشهورين، انت فاكر عيشك يا حبيبي حتى لو مشهور. اتفضلي يا استاذه، ما تصوريش. انت قاعد في احسن شط في اسكندريه في المعموره. صورك يا استاذ حاج. اسم حضرتك ايه؟ انا فتحي ابو الشريف. فتحي ابو الشريف منين يا فتحي؟ من بامانه منين؟ من قريه الزعاب. فين؟ الزعابره شرق غرب الترعه. فين؟ شرق غرب الترعه. انو ترعه؟ في الجهه القبليه التي تواجه الفراحه. بص بتوهني. انت كده بتتوهني يا فتحي. خلي بالك عشان عليها طار وهيجي يعرفوا مكاني. ما قلتش مين؟ سوهاج ولا فين؟ انا من المنيا. منيا؟ من سوهاج. من سوهاج. اوعى تقول. ايوه خليكي سوهاج احسن ناس. مشهور على التيك توك؟ طب كويس طالما تصورت هيشهر. الشط ده الشط الخاص اللي هو ب 200 جنيه يا جماعه. الشط نضيفه حلو جدا، وهنشوف الميه بقى. اصور لكم الميه واصور لكم الشط وكل حاجه. الشاليهات اهي. من سنتين كنت واخده شقه هنا بجاردن دول ارض. بقالي سنتين ما دخلتش المعموره. تخيلوا نبقوا هنا في اسكندريه وما نروحوش المعموره. الموج عالي قوي. ايه ده؟ ايه لهوتي. هادي، الشط هادي مش زحمه زي الشواطئ العامه اللي بره. خبر كويس. المية نضيفة، لكن فيها موج. أنا للأسف بقى إن ولادي مش عايزين يخشوا أي شط من شواطئ اسكندرية. المية مش حلوة، المية مش حلوة. لا حلوة والله اهي، حلوة اهي، بس هي عالية، الموج عالي. مية الساحل هم عايزين يروحوا الساحل عشان مية الساحل بيقولوا أحلى، لكن والله البحر جميل اهوت والناس قاعدة والشط كويس، مفيهوش الزحام بتاع الشواطئ اللي ورا. المية انزل شويه واطلع اخدك. اشرب شاي واكل السندوتش ده منين نزلت الميه وانا هحصلها، بس عشان ما افطرتش. انا هحصلي كمان. يلا حصليني ووصليني. هفطر عشان انا ما افطرتش، واشرب كوبايه الشاي والسندوتش ده. في عصير اهو. الميه حلوه ومنين ما الاستعجال عايزه تنزل. ميه جميله. عايزين نجيب الناس اللي قاعده. عايزه اقول لكم البحر بس الشط هادي. بصوا يعني يا جماعه، بصوا يعني طالما شاطئ خاص يعني شاطئ هادي قوي، وفي لاند سكيب اهي ورا للي عايز يقعد، مش عايز يقعد على الرمله يقعد في اللاند سكيب دي. شايفينها؟ يعني احنا بعد ما ننزل الميه ونغير هدومنا وكده ممكن نقعد في اللاند سكيب دي على البحر بس كده، نفضل قاعدين كده. اهي اللي ورا دي، بحيث ان احنا رجلينا ما تبقاش فيها رمله. بص الشماس الفوس، الشماس
عاديه. بس انا قلت اشرب الشاي وافطر واغير هدومي واصور لكم واحنا في الميه بقى. تعالوا كلوا معانا. هنا بقى كنت انا خلاص بقى يعني الساعه جت 5:30 او 6 تقريبا، فقلت بقى اغير بقى يعني، مع ان احنا مش هنطول، مش هنقعد كتير على البحر، لان انا سايبه اولادي في البيت وكده، فمش هينفع اتاخر عليهم بالليل. احنا جايين اصلا البحر الساعه 4 وهنمشي حوالي زي الساعه 7 او 8 يعني اكتر حاجه تبقى الساعه 8 نمشي، هم 4 ساعات. فانا طبعا من ساعه ما جيت الساعه 4 وانا قاعده شربت شاي وكلت ان ما كنتش كلت، وقعدنا نرغي شويه، وقعدت استمتعت بالقعده وانا قاعده على البحر وبتفرج على الناس اللي بتستحمى وكده. فكنت جايبه برضو احتياطي معايا المايو بتاعي، فالمايو ده عليه كاج مايو من فوق اهو، بوريهولكوا، ده شارياه من منال جارتي، لانها عندها محل ملابس وبتشتغل في كل الملابس يعني كل حاجه، لبس بيتي ولبس خروج مايوهات كده يعني. فده كاج مايو، هي ادتوني ب750 جنيه. هو طويل وليه حزام كده وبيتلبس فوق المايو الشرعي، يعني هو مش المايو الشرعي وخلاص، لا ده بيتلبس عليه كمان من فوق يعني. ف عايزه حد بقى يقول لي هي كده ضحكت عليا ولا لا، هو فعلا سعره 750 ولا لا، لان انا ما سالتش عليه بره، انا شفته عندها في البيت لما كنت عندها في العزومه بتاعه البيت عندها، فاخدته منها لقيته على ترابيزه السفره. اللي شاف الفيديو وانا بفرجكم على الحاجات اللي كانت عندها وكده، فانا لقيته على ترابيزه السفره، فعجبني الالوان اللي هو الاسود في الفوشيا وكده، وانا المايو بتاعي اسود، فقالت لي ده بيتحط بقى فوق المايو ويتنزل بيه الميه، او تنزلي بالمايو البحر، وبعد ما تطلعي من البحر بقى وبيبقى المايو مبلول وكده، فبدل ما نقعد بقى بهدوم مبلوله لا نلبس عليه اللي هو الكاج مايو ده. فهنا بقى كانت الساعة عدت 6 والله العظيم 6، فقلت انزل بس ايه يعني ايه اشوف المية واشوف البحر بدل ما نيجي ونقعد كده وبس نستمتع يعني. فلقيت الموجة عالية جدا وبتخبط خبط جامد قوي، والواحد عشان ما نزلش البحر من زمان فخلاص بقى يعني تحسوا ان الواحد ايه كبر على نزول البحر شوية. هي فظيعة من ساعة ما احنا رحنا وهي في المية، عماله تقولي انزلي انزلي، قلت انزل يعني ايه يعني عشان ما ازعلهاش، فنزلت زي ما انتم شايفين كده اهو. وهي واقفه تصورني بس. فالموج كان عالي وبيخبط ويوقع ويشقلبنا، عمال كل شويه يشقلب فيا شقلب فيا، فما استحملتش يعني، قعدت يجي نص ساعه كده وطلعت على طول وما نزلتش تاني، غيرت هدومي واهو كده طلعت من الميه وقلت اتمشى شويه كده، كان خلاص الشمس هتغيب، فقلت خلاص مش نازله تاني واستنى بقى اما ايه هدومي تنشف شويه، وبعد كده هروح اغير والبس ونروح. فوقت الغروب ده وقت حلو قوي يعني، انا بحب المنظر ده، وكلنا يعني كاسكندرانيه بتحب وقت الغروب قوي على البحر، يعني تشوف بس منظر الشمس وهي بتنزل في الميه كده. فقلت اتمشى كده واخدكم معايا نتمشى شويه على الشط كده. ودي كانت بقى خلاص بقى يعني كنا خلاص طلعنا من الميه، هي نص ساعه اللي نزلتها يعني مش فاهمه يعني، رجعت مهدوده بسبب الموج العالي ده. في بعض الشواطئ بيبقوا حاطين لها صخور في نص البحر، بيقولوا عليها ان هي عاملينها زي تصد الموج ده، فلما هي تصد الموج يعني هيحوش الخبط بتاع الموج ده شويه، فبتبقى الميه هاديه شويه. منظر الغروب بقى والناس بقى اللي هي البنانه ديت وهم عمالين يشغلوها، والشمس خلاص هتغيب والناس ابتدت تخف شويه وتروح يعني. فانا صورت لكم كل حاجه عشان تبقوا معايا. ده شكل الشاطئ في الغروب يا جماعه، وكانت الناس معظمها مشيت خلاص، الشاطئ فضي والناس كلها طلعت من الميه. حبيت اصور لكم صوره الغروب والشمس، شايفين دلوقتي الشمس تنزل في الميه وتعمل كش، احلى منظر.
خلاص اهو فاضي. بصوا معظم الناس خلاص مشيت. حبيت برضو اختم معاكم الفيديو النهارده بشكل الغروب بتاع انا كده فسحتكم معايا اهو. للناس اللي ما راحتش لسه البحر ولا نزلت تصيف وهي قاعده في البيت كده، خدتكم معايا، قضيتوا يوم على البحر معايا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.